وسامي هين، محمد سادات، ستار ياسين، وليد كريم وامادو تيجاني. فريق نادي نوروز بطرف المقابل بخيارات ولي كريم لهذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، هاني شاكر بحراسة المرمى، محمد دلاور، تقي فلاح، علي صالح واوغنين ماسيتش وجيفرسون سيلفا، مرتبى هديب، محمد رضا واحمد ايسا ومروان حسين الى جانب كلاوديو مارادونا. طاقم التحكيم في هذا المساء بقيادة الحكم محمد سلمان، يساعد كل من حسين فلاح وعلي فاضل، وحكما رابعا حازم فيصل الى جانب حكم الفار امجد كامل. لحظات وتنطلق مشاهدينا الكرام هذه الموقعة، هذه المنافسة بالتأكيد نعم تقريبا هي متكافئة، ولكن هي مرتقبة ايضا. الجماهير التي عودتنا على ملء المدرجات، اليوم نلاحظ بان هناك عزوف من حضور المباريات من جانب جماهير فريق نادي نوروز، وهو واضح بسبب الاداء الذي قدمها الفريق. نعم قدم الفريق في هذا الموسم حتى الان اداء غير مرضي للانصار، غير مرضي لجماهير فريق نادي نوروز هنا في محافظة السليمانية، ولكن حضور كبير ايضا يحسب ويعتبر اضافة قوية لفريق نادي نوروز. من هناك مروان حسين والخبرة الطويلة والكبيرة ايضا التي يمتلكها هذا اللاعب في منافسات بطولة الدوري بالزوراء والشرطة والتتويج بلقب الدوري والكأس، ايضا مسيرة حافلة لهذا اللاعب والخبير ايضا في صفوف فريق نادي نوروز. بينما فريق نادي النفط يعول ايضا على عناصر خبيرة، وليد كريم قائد الفريق، ايضا امادو موتاري ومحمد سادات ايضا المحترف الغاني من الاسماء التي سجلت ودونت الاهداف. تنطلق صافرة محمد سلمان معية عن انطلاقة بداية هذه الموقعة. مشاهدينا الكرام متتبعي شبكة قنوات شبكة الإعلام العراقي هنا عبر هذه المنافسة والنقل الحصري والمستمر لأحداث هذه البطولة. عودة على اليسار، تمرير كرار أو ستار ياسين، يحاول مرور ستار وإلى خارج أرضية الملعب. ستار ياسين من هناك بالرقم 25 سجل دون نعم في هذا الموسم هدف واحد فقط، هدف واحد فقط سجل في هذا الموسم. كرة إلى خارج أرضية الملعب. اللقاء الثامن تاريخيا بين الفريقين أو التاسع تاريخيا بين الفريقين في منافسات بطولة الدوري. لقاء واحد فقط جمع الفريقين في بطولة الكأس، وثمان مواجهات جمعتهم في بطولة الدوري منذ وصول نادي نوروز إلى دور النجوم في موسم 2022، متسلل في الكرة الماضية وهي أيضا بعيدة جدا على اللاعب مروان حسين. على جهة اليمين سامسون داري، عودة للنيجيري. فريق نادي النفط قادم من تعادل سلبي مع فريق نادي النجف في يوم الخميس الماضي، المباراة التي شهدت ضياع ركلة جزاء عن طريق اللاعب ستار ياسين في الدقيقة 16 هناك في ملعب النجف. بينما نادي نوروز قادم من تعادل 1-1 مع فريق نادي الميناء في استاد الفيحاء في الدقيقة 90. تعادل، كرة للأمام، محاولة عند حارس المرمى وخطأ نعم كاد أن يتسبب بهدف أول لمصلحة نادي نوروز المشغوف والمتعطش لتحقيق الانتصار، كيف لا، وهو الذي لم يذق طعم الانتصار منذ الجولة الأولى، والانتصار على نادي الكهرباء. أيضا نادي الكهرباء الذي يمر بظرف صعب جدا، النادي الجريح والذي يتواجد أيضا في جدول ترتيب وموقف لا يحسد عليه. كرة للأمام، متابعة من جانب دفاعات فريق نادي نوروز، تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي النفط في هذه اللحظات. هذا هو وليد، ومن هناك أيضا اللاعب جيفرسون سيلفا دو سانتوس البرازيل. هذه الكرة الماضية وهذا الخطأ وهذه المحاولة من مروان، والفرصة الذهبية لمروان، الفرصة الذهبية نعم لفريق نادي نوروز، ولكن سامسون
أو ليس سامسون وإنما اللاعب جواد شوفو ينقذ الموقف ويصلح ما أفسده وأخطأ به اللاعب سامسون داري. ضربة ركنية من هناك لسيف كريم ترسل عالية، محاولة لنادي النفط، متابعة من جانب حارس المرمى هاني شاكر، عودة على اليسار، محاولة من جانب عناصر نادي النفط، العرضية والمتابعة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت ومرت إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي النفط. الضربة الركنية الثانية حتى الآن من هناك عاد النعمة، المسيرة المميزة لهذا الرجل الذي ضرب نادي الحدود وحقق أرقام جيدة مع الحدود، قادم من الحدود، أيضا درب الصناعة الكهربائية والقاسم ونفط الوسط، ومن هناك الضربة الركنية، محاولة بالراس يبعد، عودة لا زالت قائمة حتى الآن، الخطورة البيضاء لعناصر فريق نادي النفط الذي يفرض السيطرة من البداية، وضغط كبير أيضا بغض النظر وبعيدا عن الخطأ الذي ارتكبه اللاعب سامسون داري، والذي قرب فريق نادي نوروز من هدف المباراة الأول، ولكن أنقذ الموقف جواد شوفو المدافع الكاميروني. عودة على جهة اليسار لمصلحة تقي فلاح، تقي بعد ذلك وصلت للاعب علي صالح في وسط الملعب إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. هذا هو النيجيري سامسون داري، يعتبر من أقدم المحترفين في دورينا، يعتبر من أكثر المحترفين أيضا مشاركة في دورينا، منافسة في دورينا، شهرة في دورينا أيضا. تحدث عن اللاعب سامسون دير، 26 سنة لهذا اللاعب القادم من نفط الوسط، وهذا الموسم الرابع له في صفوف نادي النفط. 29 سنة لهذا اللاعب، وهي المباراة السادسة التي يشارك بها في منافسات بطولة الدوري مع فريق نادي النفط في هذا الموسم. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، وهذا هو اللاعب سامي هيل، اللاعب البوركيني. رمية جانبية لجيفرسون، جيفرسون باهية إلى الأمام يلعبها، 33 سنة للاعب القادم من نادي القرمة، والمسيرة أيضا المميزة لهذا اللاعب في الدوري الإيراني رفقة فريق نادي مصرف سنجان وفريق نادي فولاد. وهذا هو اللاعب محمد رضا، لاعب فريق نادي الزوراء السابق. يرتكب خطأ محمد رضا في الكرة الماضية، سجل هدف في هذا الموسم محمد رضا، قادم من الزوراء، مثل القوة الجوية، مثل الطلبة، نفط الوسط، أيضا محطة كانت له في عالم الاحتراف من في الملاعب الإيرانية مع فريق صناعة نفط عبادان. كرة على اليسار مع تحفظ حاضر حتى الآن، ولكن مع رغبة كبيرة لنادي النفط وحيازة مستمرة لكتيبة عاد النعمة حتى الآن في هذه الموقعة. تمريرة لسامسون دير، سامسون على جهة اليمين، سامسون وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت وإلى رمية جانبية، رمية جانبية تحولت وعادت. سامسون تمرير سلام، تقطع الكرة وتعود، تمرير إلى الأمام لمصلحة نادي نوروز، محاولة للأحمر لمصالحة الجماهير، لإسعاد الجماهير، لإسعاد الأنصار هنا في مباراة عاشرة للفريق بالمركز التاسع عشر، 4 نقاط، انتصار 1، تعادل 1 و7 هزائم، أكثر الفرق تعرضا للهزيمة حتى الآن. سجل 8 واستقبل 18 في نادي النفط في المركز الثاني عشر، تقريبا بالمراكز الدافئة والبعيدة عن زحمة البقاء والهبوط والمناطق والمراكز الحمراء المؤدية إلى الهبوط إلى دوري الكرة الممتاز. حتى الآن نادي القاسم هو من يتواجد بالمركز الأخير
والذي يمر بظرف صعب جدا. كل التوفيق لممثل محافظة بابل نادي القاسم، والذي بالتأكيد كسب تفاعل كبير من جانب الجماهير بأداء ووضع تأكيد لا يسر لا العدو ولا الصديق، لا المنافس ولا الرفيق. نعم مشاهدينا الكرام، عودة من هناك إلى رمية جانبية لنادي نوروز، بالراس ارتدت مع صراع الضربات الراسية، وبالنهاية عند مرتضى هديب بمقصية إلى الأمام، ولكن وصلت لسامسون دير، وعلى اليسار تحولت وطالت إلى خارج أرضية الملعب لتتحول إلى رمية جانبية لعناصر فريق نادي نوروز. إلى الأمام وصلت على اليسار، تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي النفط أو خطأ، وبالحالتين فريق نادي النفط يتحصل على الكرة. هذا هو القائد محمد دلاور، محمد دلاور من الحرس القديم في صفوف فريق نادي نوروز، 25 سنة ولكنه يرتدي تأكيد إشارة القيادة كيف لا، وهو الذي مر مع الفريق بظروف رائعة، من ظروف محزنة، من ظروف جيدة وسعيدة، وأبرزها التأهل إلى دوري النجوم في موسم 2021. سامسون دير تمرير لموسى هيل، موسى إلى الأمام، محاولة لم تصل لستار ياسين، عودة مجددا في وسط الملعب عن طريق اللاعب محمد سادات. الغاني من هناك يفتقدها، والعودة على جهة اليمين لفريق نوروز، يحاول ولكن صافرة حكم المواجهة محمد سلمان تعلن عن وجود خطأ لمصلحة كلاوديو مارادونا في هذه اللحظات. كلاوديو مارادونا غاب عن التسجيل في هذا الموسم، ولكنه صنع هدف أمام نادي الميناء في المباراة الماضية. يسقط من هناك كلاوديو مارادونا، يتحصل على مخالفة جراء هذا الصدام مع محمد سادات مع اللاعب الغاني. خطأ في وسط الملعب، ينهض كلاوديو، ينهض البرازيلي من هناك، 31 سنة، القادم من نادي دبا الحصن الإماراتي. خطأ وعلى التنفيذ، تقدم اللاعب جيفيرسون تقي، يمرر على اليسار، محاولة ترسل عالية، كرة خطيرة ولكن تحولت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية أو ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي النفط. نادي النفط يحاول يصارع ينافس. الموسم الماضي نادي النفط احتل المركز السادس، وهو يعتبر من أفضل المراكز التي حصدها الفريق، أو الذي حصدها الفريق، نعم، في منافسات بطولة الدوري، منذ التواجد في بطولة الدوري. نتحدث عن نادي النفط، التأهل الأول، الفريق طبعا تأسس في عام 79، والتأهل في عام أو في موسم 85، ومنذ ذلك الحين نادي النفط يتواجد وينافس ويقدم ويرفد أيضا الأندية الجماهيرية والمنتخبات بالأسماء والعناصر. مرت أيضا هذا الفريق أسماء وعناصر مميزة مثلت الفريق منذ أن رأى النور في دوري الأضواء. كرة للأمام، محاولة تقطع الكرة من دفاعات فريق نادي نوروز، محاولة الاستعادة من عناصر فريق نادي النفط. عودة على اليسار، مروان والكنترول ومحاولة استعادة الكرة، ولكن تحولت الكرة سريعة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. لاعب مروان حسين، طلب النجف، الشرطة، الزوراء، أيضا مثل سبهان الإيراني في فترة الاحتراف، أيضا نادي أربيل، أيضا مثل النفط في فترة من الفترات خاصة في موسم 21. كرة في وسط الملعب، نقل على اليسار، محاولة الاستعادة، ولكن انطلاقة سريعة للنفط، يحاول الأبيض، ينطلق إلى الأمام، محاولة تسديده، الله الله الله، يصوب ويحاول بأول كرات
من هناك موتاري، آمادو موتاري يطلق تسديدة قوية. النيجري يحاول من خلالها إدراك أول أهداف المواجهة، ولكن هناك الحارس، هناك هاني شاكر، هناك المدافع عن الحصون. نعم الحمراء حصول نوروز، يتصدى يتألق هاني، وامام تصويبة مميزة للاعب آمادو موتاري. موتاري يطلق قذيفة، يطلق محاولة، يطلق رسالة الهدف الأول، ولكن يرفض الهدف الأول والأسبقية. هاني يتألق هاني ويحول ويؤجل الهدف الأول إلى ضربة ركنية، من هناك راسية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى للحارس هاني شاكر. والتصدي والتألق راسية من جانب القائد وليد كريم، من هناك يحاول يشاطر الزملاء في هذه الهجمات. الرجل الذي توج مع فريق نفط الوسط في بطولة الدوري موسم 2015 والموسم الخالد لعندليب الفرات. هدفين لوليد كريم في هذا الموسم في شباك نادي أمانة بغداد، والثلاثية النظيفة التي حصدها في الجولة الخامسة في مرمى فريق أمانة بغداد. عودة في وسط الملعب، نقل على جهة اليمين، كرة تبعد إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية جانبية لمصلحة عناصر فريق نادي النفط. رمية جانبية تحولت في هذه اللحظات جيفرسون باهية. جيفرسون رمية جانبية تلعب إلى الأمام، تبعد وصراع مستمر في وسط الملعب لمصلحة نوروز. جماهير نوروز المتفائلة والحاضرة في ملعب المباراة، الجماهير المتفائلة والتي تفتش عن تحقيق الانتصار، الجماهير التي تفتش عن العودة لإسعاد الجماهير. وفرق كبير بين أداء نادي نوروز في هذا الموسم وفي الموسم الماضي، عندما حصد الفريق المركز التاسع، وليس أفضل مركز لفريق نادي نوروز، أن أفضل مركز لنادي نوروز هو في موسم 2024 في ثالث المواسم لهم في دور النجوم، عندما حصد الفريق المركز السابع 56 نقطة، 15 انتصار، 11 تعادل و12 هزيمة، سجل 61 واستقبل 49. أيضا الموسم الأول في دور النجوم يعتبر ثاني أفضل مركز حصده في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري، وهو المركز الثامن. وفي أول ظهور هذا يعتبر إنجاز ورقم جيد يضاف لقائمة الأرقام والإحصائيات المميزة التي حصدتها الأندية بظهورها الأول في دور النجوم. سقوط من هناك لمحمد سادات مع صراع وصدام واحتكاك مع اللاعب مرتضى هديب. عودة في وسط الملعب، تقدم لنادي النفط لصاحب الشغف الكبير والأقرب لإدراك الهدف الأول، عرضية ولكن إلى خارج أرضية الملعب تحولت وإلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي نوروز. حاول والكرة إلى خارج أرضية الملعب، آمادو موتاري صاحب أخطر الكرات، صاحب أخطر التصويبات وأخطر الفرص حتى الآن في هذه المواجهة. النيجري صاحب 31 سنة القادم من نادي الفيصلي. نعم الفيصل الأردني من أقطاب الكرة الأردنية، أيضا كانت له مسيرة مميزة رفقة نادي القادسية السعودي، أيضا نادي الفيحاء السعودي في فترة من الفترات كانت له تجربة معهم، فريق نادي العين السعودي، وأيضا الاحتراف في صفوف نادي هونفيد في المجر، في دولة المجر، في الدوري المجري، حصد معه بطولة الكأس. أيضا مثل قطب آخر من أقطاب الكرة المجرية وهو فريق فير نيتسفروشي
أيضا حصد معه كأس المجر في موسم 2017. إذن هو قادم من الملاعب الأوروبية مرورا إلى الملاعب السعودية وصولا إلى الملاعب العراقية. الآن أيضا كانت له تجربة في الملاعب الأردنية. كرة على اليسار، تقدم إلى الأمام، نقلة على اليسار، ولكن طالت الكرة وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي نوروز الذي يواجه المد الأبيض، الهجوم الأبيض. ستار ياسين من هناك يحاول أهدى ركلة جزاء في المباراة الماضية ويريد أن يعوض، ركلة الجزاء التي كانت تقرب الفريق من حصد نقاط المباراة. كرة إلى الأمام في وسط الملعب بالراس مجددا، صراع الضربات الرأسية بين الباحث عن الهجوم والمدافع والباحث عن الإبعاد. كرة على اليمين، متابعة حاضرة من جانب المدافع من هناك، والسقوط من جانب اللاعب سيف كريم. يسقط من هناك سيف، وخطأ يتحصل عليه عناصر فريق نادي النفط. حتى الآن فريق نادي نوروز هو الأكثر ارتكابا للأخطاء. عناصر فريق نادي النفط هي الأكثر تحصلا على المخالفات وتلقي العرقلة والاحتكاكات. اللاعب سيف كريم سجل هدف في مرمى القاسم، المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة لفريق النفط في الجولة الأولى. قادم من نادي الحدود، وأيضا من الأسماء التي تشبث بها عادل النعمة بعد انتقاله لصفوف نادي النفط وتركه لنادي الحدود بعد مغادرته لنادي الحدود. نعم، من الأسماء التي تابعها وأشرف عليها كلاوديو مارادونا. على اليمين التحضير، محمد دلاور، المرور، التسديد، الله! نعم، وبأقدام الحرس القديم محمد دلاور بهدف رائع وبمرور رائع وبوقت رائع ومثالي كان يحتاج به الفريق، القائد للكتيبة الحمراء، وبمرور مميز وعبور رائع وتصويبة يسارية. أي مرور وأي تحضير من كلاوديو مارادونا. محمد دلاور القائد يظهر ويدون في وقت مناسب وفي وقت ثمين وفي وقت كان يحتاج به الفريق، بتمرير على اليمين باستلام كلاوديو مارادونا، تمرير المرور. الله الله الله! ستار ياسين بمهب الريح، ومن هناك حارس المرمى حسين علي يتفرج، من هناك حسين علي يصدم بهدف وتصويبة محمد دلاور. نعم، يتفرج مصعوقا مصدوما ومتفاجئا بهكذا مرور، بهكذا عبور، بهكذا تصويبة جاءت في الزاوية الصعبة والمستحيلة. أيضا لم يكن يتوقعها الحارس علي حسين أو حسين علي جولي الذي تألق في فترات رائعة وماضية، ولكن هذه المرة بهدف مثالي من جانب محمد دلاور يسعد جماهير وأنصار فريق نادي نوروز المتواجدة في ملعب المباراة، والتي تتفاعل أكثر وصيحاتها تزداد أكثر وأكثر، وعبارات الدعم والمؤازرة نعم تكثر أكثر. نعم، من جانب فريق نادي نوروز، وإطلاق عبارات التشجيع والأناشيد والتفاعل واستذكار الليالي والأيام والمباريات والملاحم الرائعة والمميزة لهذا الفريق. تمرير على اليسار، محاولة تسديدة، ولكن الدفاع يتصدى من أمام مروان. عودة إلى الخلف عن طريق محمد رضا والتمرير، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، عودة على جهة اليسار لمصلحة اللاعب جيفرسون سيلفا. البرازيل يتحصل على رمية جانبية، لعبت إلى الأمام، محاولة متابعة تبعد من جانب الدفاع في وسط الملعب. نادي النفط الذي كان قريبا من إدراك هدف الأسبقية، هدف التقدم، الآن يتلقى ويستقبل الهدف الأول.
بطاقة صفراء للاعب علي صالح. علي صالح يتلقى بطاقة صفراء في هذه اللحظات. تمريرة إلى الأمام والنقلة على جهة اليمين، ولكن عرقلة لي اللاعب وليد كريم الخبير وليد مع بطاقة صفراء للاعب علي صالح. قادم من نادي كربلاء، من هناك ترسل الكرة عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند الحارس. من هناك هاني شاكر الذي تألق وتصدى وكان مساهما بإبقاء شباك خالية من الأهداف، وحافظ على نظافة الشباك طبعا بعد تصديه لتصويبة موتاري في بداية اللقاء. الحارس هاني شاكر طبعا قادم من نفط الوسط مثل نادي النجف، وأيضا سبق له تمثيل نادي النفط في فترة من الفترات. كرة إلى الأمام بالراس لعبت على اليسار، عملت الاستلام والتمرير لستار ياسين، والسامسون يتقدم الأبيض. يبحث نادي النفط عن الطريق المؤدي إلى حصد هدف التعادل بعد إن كان قريبا من هدف التقدم. الآن يفتش عن التعديل، التمرير، الدخول، الإبعاد من جانب الدفاع، والعودة إلى الأمام، والعودة لنوروز، والاستعادة من هناك لمصلحة نادي النفط، والقطع للكرة الماضية. تمرير على اليسار، الاستلام، المحاولة، التقدم، المراوغة، التسديدة الضعيفة جدا إلى خارج أرضية الملعب مع إصابة للحارس هاني شاكر. السلام لهاني شاكر، يشكو من إصابة في هذه اللحظات. تصويبة في الكرة الماضية، وهاني شاكر يبدو لي بأنه من هناك تعرض لإصابة. هذه الكرة التي تحصل على إثرها اللاعب علي صالح على البطاقة الصفراء. أمادو موتاري، وعودة في وسط الملعب بالراس، وصلت إلى الأمام، نقلة متابعة من جانب فريق نادي نوروز وإلى الأمام، والاستعادة للنفط، نقلة على جهة اليمين باتجاه اللاعب وليد كريم، واستعادة من دفاعات نادي نوروز. بعد ذلك تصل الكرة سهلة عند حارس المرمى، من هناك حسين علي جولي، حارس الذي مثل أيضا من قبل فريق نادي أربيل. 7 مباريات بنظام طبعا بشباك نظيفة. فريق نادي نوروز أو النفط أكثر الفرق خروجا بشباك نظيفة أمام النجف، وأمام القوة الجوية، وأمام دهوك، وأمام الطلبة. هذه المباريات انتهت بالتعادل السلبي، ومباريات انتهت بانتصار فريق نادي النفط بدون استقبال الأهداف. وهي مباراة القاسم 3-0، وأمانة بغداد أيضا بثلاثية نظيفة حصدها رجال المدرب عادل نعمة. كرة تحولت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات، بينما سامسون لتتحول وتعود لمصلحة عناصر فريق نادي أو فريق نادي نوروز. رمية جانبية تحولت إلى خارج أرضية الملعب، متابعة من هناك لاعب كرار، متابعة حاضرة من جانب كرار سالم، أيضا من الأسماء التي تشبث بها عادل النعمة عندما انتقل إلى فريق نادي النفط. تحدث عن كرار سالم، من اللاعبين المميزين، من المدافعين بمواصفات المهاجم والنزعة الهجومية. هذا اللاعب الذي مثل نادي الحدود، وأيضا كانت له تجربة مع أمانة بغداد، عرضية من هناك إلى خارج أرضية أو خارج السيطرة لنادي نوروز، وهي أيضا إلى خارج أرضية الملعب، يتركها الدفاع لفريق نادي النفط إلى رمية جانبية. هذا هو مروان حسين، اللاعب الخطير والخبير
في هذه اللحظات تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. وليد كريم قائد الكتيبة النفطية، ومن هناك عادل نعمة ينظر ويتابع، وحتى الآن تفاجأ حتى الآن بأداء الفريق بالهدف أيضا الذي استقبل. يوم أمس في المؤتمر الصحفي تحدث عادل نعمة وقال رغم ضيق الوقت وصعوبة الاستشفاء لكننا جاهزون لمباراة نوروز، حيث ذكر أيضا أنه طبعا قال أنه نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي أو احتياط، ونحترم فريق نوروز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة واحد من أفضل مدربي الدوري المحلي. أيضا قال بأن فريقنا يمتلك الطموح للتقدم نحو المراكز المتواجدة في المقدمة. أيضا هاني شاكر بضربة مرمى لمصلحة نادي نوروز إلى الأمام باتجاه اللاعب تقي فلاح، ولا كلاوديو مارادونا في وسط الملعب، عودة من هناك بالاستلام لمرتضى هديب، عودة على اليسار لتقي فلاح، تقي فلاح لمحمد عبد الرضا، من هناك تمرير على اليسار، محاولة من جانب محمد رضا، والعودة مجددا على جهة اليسار بالكعب. محمد رضا يحاول يتقدم، عرضية متابعة لحارس المرمى للكرة الماضية من جانب اللاعب محمد رضا. هذا هو اللاعب محمد رضا، تتويج بهدف التاريخي في مرمى طبعا او في نهائي بطولة السوبر 2021 مع الزوراء. تمريرة على جهة اليمين، محاولة متابعة من جانب الدفاع، كرة إلى الأمام، نقلة على اليسار لعناصر فريق نادي النفط، إلى الأمام وصلت، ومتابعة حاضرة من جانب جيفرسون دوس سانتوس دا سيلفا، عودة إلى الأمام، وجدت المتابعة من جانب سامسون، وأيضا للاعب سامي هين وسامسون دير، وفي وسط الملعب الاحتكاك والخطأ والمخالفة لعناصر فريق نادي النفط للاعب محمد سادات، تحصل على مخالفة. هذا هو اللاعب محمد سادات النجم الغاني قادم من نادي نسو آترمان في غانا. هدف واحد سجل في مرمى الكرخ، اللقاء الذي انتهى 2-2. في الجولة الرابعة من دور النجوم، كرة في وسط الملعب، نقلة لعناصر فريق نادي النفط، كرة أمامية تنقل، مروان، تمريرة ممتازة من مروان يرقدها بالخبرة لكلاوديو مارادونا، كلاوديو على اليمين يحاول تمريرة على جهة اليمين، ولكن متابعة حاضرة من جانب دفاعات نادي النفط. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام والمتابعين، في تقدم حتى الآن من جانب فريق نادي نوروز بهدف وحيد حتى الآن يتقدم. كرة إلى الأمام، نقلة، محاولة خطيرة على حسين من هناك، أو هاني الشاكر على اليسار، ستار ياسين، العرضية والمتابعة من جانب الدفاع، عودة إلى الأمام، نقلت على جهة اليمين، وعملية الاستلام لكلاوديو، كلاوديو يحاول، البرازيلي يبحث، يفتش، يدخل، يمرر لمحمد رضا، يحاول محمد التسديد، تصويبة من محمد رضا في هذه اللحظات، لكن ماذا هناك؟ محمد دلاور حتى الآن في الدقيقة 20، وحتى الآن يعني فريق نادي النفط يبحث ويفتش عن التعادل والتقدم. مشاهدينا الكرام لنوروز حتى الآن منذ الدقيقة 20 عن طريق محمد دلاور، وهذه الكرة الماضية والمتابعة من جانب الحارس هاني شاكر، وستار ياسين حاول بالكرة العرضية. 3 مباريات تنطلق بهذا التوقيت وجميعها حدثت بها الأهداف. نفط ميسان يتقدم على حساب نادي ديالى في الدقيقة 3 بهدف واحد. الكهرباء يتقدم على الميناء
منذ الدقيقة 14 في ملعب الفيحاء. مواجهتين اليوم يختتم أو تختتم بهما منافسات الجولة العاشرة من دور النجوم. القرمة يستضيف النجف والزوراء يستضيف الغراف. المواجهتين في تمام الساعة 6:30 أيضا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، والنقل الحصري والمتواصل لمنافسات بطولة دور النجوم للموسم 2025-26. كرة إلى الأمام وصلت على اليسار، محاولة تقدم للنفط، يبحث ويفتش الأبيض عن هدف التعادل، عن هدف العودة. عودة على اليسار، تمريرة أمامية تابع من جانب موتاري. موتاري يحاول يفتش ويطالب بخطأ. عودة للأمام لفريق نادي نوروز. نوروز إلى الأمام ولكن استعادة سريعة من جانب ستار ياسين، وبالرفاقة أيضا على اليسار يحاول، وخطأ من هناك لمصلحة نادي نوروز. خطأ يرتكب اللاعب أمادو موتاري. المباراة الأولى التي جمعت الفريقين كانت في موسم 2021-22 وتحديدا في 25 من سبتمبر عام 21. في مباراة الذهاب والحساب الجولة الثانية وفي ملعب السليمانية التعادل السلبي غيم على أحداث المباراة. في ثاني مواجهة جمعت الفريقين كانت لحساب بطولة الكأس. فاز نوروز وحصد أول انتصار له بركلات الترجيح طبعا بعد التعادل السلبي الذي غيم على أحداث المباراة آنذاك في 14 من فبراير من عام 2022 وفي ملعب النفط أو في ملعب نوروز، وفي 10 من نوفمبر من عام 2021 شهد اللقاء الثالث بين الفريقين في جميع المسابقات وهو الثاني في الدوري، تحقيق أول انتصار لفريق نادي النفط كان ب3 أهداف مقابل هدف واحد 14 من فبراير من عام 2022 وفي ملعب النفط. ثلاثية تعاون على تسجيلها أحمد عبد الرزاق وحسام جاد الله وكرار محمد، وسجل هدف نوروز الوحيد اللاعب شوان صالح. هذا هدف المباراة الوحيد والرائع أيضا من لاعب رائع بلا شك اللاعب محمد دلاور. كرة خطيرة عرضية من هناك وراسية مرت بسلام، نعم من جانب اللاعب مروان حسين. مروان حسين في اللحظات التي كنا نشاهد بها إعادة لهدف المباراة الأول والوحيد عن طريق اللاعب محمد دلاور، وإذا بمروان والارتقاء، وهو المتخصص بالضربات الرأسية، وهو المتخصص نعم بالضربات الرأسية المزعجة للدفاعات، المزعجة للحراس. وليد كريم في محطات عروض كبيرة قدمت لهذا اللاعب ولكنه استمر تمثيل الأخضر، استمر نعم بتمثيل فريق نادي النفط في هذه المواسم والتي قضى مع أفضل الفترات والتواجد الأبرز والأفضل في الدوري. موسم 2017 المركز الرابع. كرة في وسط الملعب لنادي النفط ستار ياسين، من هناك موتاري والتمرير رائع على الجهة اليمين بمحاولة مستمرة ولكن استعادة وقطع من جانب تقي فلاح. تقي فلاح إلى الأمام مررها لمحمد رضا. محمد رضا بعد ذلك وصلت للاعب جيفرسون باهية الذي من هناك بدورة يتحصل على ضربة مرمى ويحافظ على الكرة بحوزة زملاء جيفرسون باهية. كرة للأمام وصلت بالراس، متابعة حاضرة من جانب دفاعات نادي النفط.
عودة إلى حارس المرمى. كرة في وسط الملعب بالراس، عادت مجددا، نقلة في وسط الميدان، تمريرة على جهة اليسار، متابعة حاضرة من دفاعات فريق نادي النفط، حاضرة في هذه اللحظات، تمرير في وسط الملعب، النقلة على جهة اليمين، نقلة من هناك، عملية الاستلام، التقدم من هناك عن طريق وليد القائد، يبحث عن السبيل المؤدي إلى هدف التعديل. كرة إلى الأمام، وصلت لنادي النفط مجددا، العرضية والمتابعة الحاضرة لا زالت قائمة مع خطورة مستمرة، وخطأ على عناصر فريق نادي النفط، خطأ لنادي نوروز. موتاري حتى الآن ومنذ تصويبة موتاري وخطورة موتاري التي سجلها، ونادي النفط لم يسجل أي خطورة، لمسة يد على اللاعب موتاري. كرة للأمام، نادي كهرباء يحقق حاليا التقدم، هذا ما يجعل الفريق يقفز، هذا ما يجعل الفريق يبتعد عن المركز الثامن عشر والذي يحتل فريق نادي النجف حاليا بشكل مؤقت، بانتظار مباراة نادي النجف اليوم بتمام الساعة 6:30 أمام فريق نادي القرمة في ملعب القرمة. نوروز ب7 نقاط حاليا، يتعادل مع النجف، ضربة ركنية ترسل عالية، محاولة متابعة على اليسار، والكرة طالت وعادت، وأيضا ضربة ركنية ثانية على التوالي، ولكن في الجهة المقابلة من الجهة الأخرى يطمح ويفتش نادي النفط ويستمر بشن الضغط والسيطرة على فريق نادي نوروز. الضربة الركنية للنفط، الطموح والشغف المتواصل من جانب الفريقين، والتفتيش عن الانتصار للارتقاء في جدول الترتيب. روسية، الكرة طالت والى خارج ارضية الملعب، تحولت بعد ذلك الى ضربة مرمى يتنفس من خلالها نوروز. نعم، بعد ضغط متواصل يشن فريق نادي النفط حتى الان. هاني الشاكر، الضربة الركنية الماضية ومحاولة السامسون دير، وايضا سوء تفاهم بينه وبين زميله اللاعب ديار رايخ. عودة على اليسار، عملية الاستلام، نقلة على اليسار من جانب التقي، عملية الاستلام من كلاوديو مارادونا، ولكن من هناك متسلل كلاوديو مارادونا في الكرة الماضية. كلاوديو مارادونا، المحطات المميزة لمسيرة هذا اللاعب الملاعب البرازيلية، يطمح ويبحث من هناك سقوط في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام والمتابعين، عودة على اليسار من جديد، محاولة لستار ياسين، عملية الاستلام من محمد سادات بعد ذلك والتمرير لسامي هين، البوركيني نقلها باتجاه سامسون داري، سامسون يحاول يمرر على اليمين، عملية الاستلام للكرة لا زالت خطيرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تحولت محاولة ستار ياسين وطموح ستار ياسين مع تدخل وإبعاد من جانب اللاعب أوغنين ميرسيتش اللاعب الصربي يتدخل، وهناك إصابة للاعب كلاوديو مارادونا الذي صنع الهدف بتمريرة الرائعة. محمد الاور يتصادم مع جويل تشوف المدافع الكاميروني. إذن لا زال كلاوديو مارادونا متأثرا بهذه الإصابة.
حافلة مع أندية ماكاي وفيستا سامباويو، فريق ما سامباويو، وأيضا مادويرا، أيضا فريق نادي أمريكانو أرجي، والأندية البرازيلية طبعا لم يمثل فقط أندية البرازيل وأندية الإمارات مع جبل حصن ونادي نوروز. هذا الدور الثالث الذي يتواجد به فريق اللاعب كلاوديو مارادونا مع ضربة ركنية ومحاولة لفريق نادي النفط مستمرة حتى الآن، يفتش من خلالها الأبيض عن الهدف الأول. عودة في وسط الملعب، تعود من جديد على اليمين لكرار سالم، كرار يمرر، كرار وعملية الاستلام لستار ياسين، وأيضا سامسون دير، سامسون لكرار، كرار في وسط الملعب والنقلة لموسى أو سامي هين، سامي على اليمين، سامي والنقلة من جديد، عودة ومحاولة تقدم للاعب سامسون داري، عرضية محاولة والارتقاء، لا زالت تسديدة، التصدي مرة أخرى وعلى مرتين، دفاعات نوروز من هناك ترابط وتتصدى لرغبة كبيرة، رغبة كبيرة مستمرة لكتيبة عاد النعمة، يفتشون من خلالها عن الهدف الأول، عن هدف التعادل. كرة إلى الأمام، نقلة على جهة اليسار، نقلة للنفط، يفتش، يبحث، ينافس، حتى الآن لا يريد أن يستقبل هزيمة أخرى. كرة إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاعات والعودة من جديد، لا زالت قائمة، والعودة لفريق نادي النفط لا زالت حتى الآن. النقلات للأبيض، الطموح الأكبر طبعا لفريق نادي النفط. نادي نوروز لم يحاول، فقط محاولة الهدف ورأسية اللاعب مروان حسين. كرة إلى الأمام، الإبعاد من جانب اللاعب الصربي، عودة في وسط الملعب، كرة على اليسار، تقدم إلى الأمام، محاولة لتمريرة ولكن متابعة حاضرة من جانب الدفاع. آخر انتصار قبل 4 جولات حققه نادي النفط وعلى أمانة بغداد في الجولة الخامسة. بعد التعثرات تكاثرت من جانب نادي النفط، 3 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع. نعم، مباريات النفط الأخيرة منذ تحقيق الانتصار في الجولة الخامسة، التعادل السلبي مع دهوك والخسارة من الموصل 2-1، والتعادل السلبي مع القوة الجوية وبعدها النجف. عودة عرضية من هناك، متابعة من جانب الدفاع على مرة ومرتين وثلاث، والإبعاد من دفاعات نوروز. دقيقتين متبقية من الوقت الإضافي، متألف من 3 دقائق إضافية في مباراة لم تتوقف طويلا، لم تتوقف كثيرا. نعم، مباراة بالرغبة وتفسر رغبة الفريقين وموقف الفريقين في منافسات بطولة الدوري. على اليمين، محاولة متابعة من هاني شاكر، يتصدى هاني شاكر، يتصدى. نعم، من يشاهد أداء الفريقين بالتأكيد وطبعا يقارن بجدول الترتيب بالتأكيد لا يستغرب لماذا هكذا أداء وشغف كبير. نوروز مطالب بالشدة تحقيق الانتصار، النفط أيضا منذ 4 جولات لم يذق طعم الانتصار. أول جولتين انتصارين على القاسم 3-0، أو أول جولة انتصار، بعدها الخسارة من القرمة، التعادل مع الطلبة 0-0، والتعادل مع الكرخ 2-2، وبعدها حقق انتصار الثاني والأخير في بطولة الدوري. كرة إلى الأمام، نقلة على جهة اليسار، تقدم لعناصر فريق نادي النفط، تقدم إلى الأمام، بحث تفتيش عن هدف التعادل، بينما دفاعات نادي نوروز حتى الآن صامدة.
وأيضا تتفاعل وأيضا تتفاءل وتتفاعل مع الجماهير، بوجود الجماهير ودعم الجماهير ومساندة ومؤازرة الجماهير، خاصة في هذه الفترة الصعبة. غياب اللاعب روى يوسف الذي طرد في المباراة الماضية أمام نادي الميناء. إذا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام والمتابعين، صافرة حكم المباراة محمد سلمان تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم فريق نادي نوروز منذ الدقيقة 20 عن طريق قائده محمد دلاور. استراحة مشاهدينا ولنا عودة.
وبذلك الآن هذا هو باختيار كوسيموف. كوسيموف، الله يا ساتر يا ساتر، تصويبه من أوزبكستان لباختيار كوسيموف، يسجل أول أهداف اللقاء، هدف بغدادي بأقدام أوزبكستانية. نعم، هدف جميل لأسود العاصمة. هنا أمانة بغداد، نحن نقارع الكبار وسنثبت ذلك للجميع. هنا أمانة بغداد. نعم، لم يكن الانتصار على الطلبة صدفة، ولم يكن الانتصار على نوروز صدفة. هنا أسود العاصمة وبأقدام باختيار كوسيموف. الله الله الله، باغتت أحمد باسل، كرة ساقطة جميلة. نعم، غيرت نعم الرياح مجرى الكرة، وكانت صعبة على الحارس أحمد باسل. أي تصويبة وأي هدف وأي مفاجأة وأي سبرايز قدمها أمانة بغداد على الشرطة، وازدادت الصعوبات على القيثارة الخضراء. ينتظرون الآن فريق الشرطة أن يعدلون النتيجة بكرة من الطرف الأيمن، لا زالت إلى دومينيك مندي. الله 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 الله، جول أو ماذا؟ لا يوجد تسلل. نعم، المواس لم يكن متسللا، وحسين علي ما كذب خبر، وكرة سجلت لهدف التعادل. هدف التعادل يصل بهذه اللحظات، هدف مقابل هدف، شوط أول مميز ما بين الطرفين. تحضير من الطرف الأيمن، هل يصوب من هذا المكان؟ هي ليلة الأوزبكي، هي ليلة الأوزبكي. كوسيموف يسجل الثاني لأمانة بغداد. الله 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 على عرضية، والله على رأسية، وعلى هدف ثاني لأسود العاصمة. أسود العاصمة يسجل ثاني أهدافه. وأي كرة لعبت، وأي تمريرة مررت، وأي إنهاء، وأي فينيشنج عالي قدم الأوزبكي كوسيموف. باختيار كوسيموف يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 51. شوفوا بالإعادة، هي بدأت، هي انطلقت، محمود أحمد قدم له كرة على طبق من ذهب. محمود أحمد، شوف، هي بدأت من فلافيو اللاعب الأنغولي، مررت من هنالك، وصلت لمحمود أحمد عالية. يا عيني يا عيني، باختيار كوسيموف يسجل ثاني أهداف أسود العاصمة. ثاني أهداف أمانة بغداد.
يسجل برونجيس وسجل هدف ثالث يسجل هدف ثالث فريق الراحل برونجيس. برونجيس يتلاعب بدفاعات القوة الجوية ويقع كرة قوية في مرمى الجمهور الجمهور العاصمة يسجل لجمهور الجبال هدف ثالث لعلي محمد والدقيقة 33 يسجل هدف برونجيس هدف ثاني وأربعة نتيجة وتصبح النتيجة لكل فريق مقعد الناس فريق القوة الجوية. لاعب من الجميع هناك تمرير بالمباشر يستغل عديد التدخلات ويستغل عديد قوة الجوية يريد برونجيس برضه هذه الطريقة من أمام الدفاع مكة يريد أن يسجل سجل باليسار ويسجل باليمين بداية برونجيس يبقى واحد من أسماء الكبرى في الجوية وواحد من الأسماء المهمة مع فريق الأول الموسم الماضي وهذا الموسم. لذلك يوجد برونجيس يفعلها ويسجل أهداف في هذا الثاني فريق الأول على حساب مصر نيجيريا يحلق العالم في سماء مدينة القمر وحل الانذار الاول معه ضربة الاولى لجبهته الضربة مع اشتداد البرد والكرة في مرمى محمد شاكر هكذا اجواء هكذا حضور لا تحتاج الى نسق والى نفس النيجيري قادر على تغطية دفاعات الكراري. هنا محاولة وهنا كرة وصلت الى المرمى ويحتفل بطريقة الخاصة وحل الكرة التي لعبت عبد العزيز عالمي المرور والدخول اختراق واختيار والكرة في الجول. لاحظ اخترق وصل العرب الطريق وهو الهدف وسط خروج المتساقطة جاء يهز الشباك كأن الجبال نفسها تصفق لهذا الإنكار وهذا الجمهور. أيضا الحكيم بكل يحتاج بالمساعدة ليس مصالح على الطرف سجلوا بمسعد جلال ناخذ 2 3 4 5 وسادس موجود كل يطلق من التغييرات تمريرات رسالة خير من الجولات العرضية. الله خبر البابلي خبر البابلي يقوم من التعديل من تناول الكرة والكلام من الذي يضع في المرمى من الذي يضع في الانذار ولكن في البطل ان الكبار يغرب هنا في الاحلى يغرب في مدينة الكبار في عدة فلوس ولا يتوقف في التعديل يونس احمد يضع الكرة في المرمى وليس حسن علي بلو يسجل من جديد يرجع من جديد الهدف الان يونس لحظة طويلة من زياد وصلت الخطوط وصلت الاحمد اطراف الجول وعرفان لعبه يلقى جيدا واستاذ على كامل فكرة عجيبة عن هذا الكلام عجيبة عن ردها على القادم. الله يصل ملعب المباراة هذا يوسف عمر يوسف رفعت ولا تدخل يوسف
مرة أخرى مشاهدينا الكرام، هذه عودة لكم لمتابعة أحداث شوط المباراة الثاني للقاء النفط ونوروز لحساب منافسات الجولة العاشرة وثاني أيام الجولة العاشرة هنا في ملعب نوروز. شوط المباراة الأول انتهى لصاحب الملعب هنا لصاحب الدار بهدف محمد دولار. نعم، القائد بالدقيقة 20 أدرك التقدم، وحتى الآن يتقدم فريق نادي نوروز متقدما ومتألقا. يعود من هناك مشاهدينا الكرام فريق نادي نوروز بعد هدف محمد دلاور بهدف رائع ومجهود فردي مميز قدم هذا اللاعب، أدرك من خلاله هدف التقدم، وحتى الآن نعيش على هذا الهدف وعلى أنغام التقدم وعلى أنغام هدف الأسبقية. ومن هناك نادي النفط من هناك يدخل وهو يفتش وبطموح كبير للتعادل وبطموح كبير لمعادلة الكفة. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا هو اللاعب سامي هين حاول البوركيني في الكرة الماضية. الكهرباء أنهى الشوط الأول متقدما على الميناء في ملعب الفيحاء بهدف وحيد. نفط ميسان أنهى المباراة بشوطها الأول متقدما على ديالا بهدف وحيد. وهنا محمد دلاور أنهى فصل المباراة الأول أيضا متقدما. يوم أمس شاهدنا المباريات فقط مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين أربيل والقوة الجوية. هذا هو اللاعب من هناك أمادو موتاري، تقدم من هناك وتدخل وخطأ، كرة على اليسار، محاولة طلاقة موتاري وعرضية، المتابعة ولكن حارس المرمى، المتابعة وحارس المرمى بمتابعة للكرة الماضية، سريعة كانت، خطيرة كانت، وردة فعل ويقظة من جانب اللاعب أو الحارس هاني شاكر. يوم أمس تعادل السلبي غيم على أحداث مباراة أربيل والقوة الجوية. الطلب انتصار بثلاثية نظيفة على القاسم، التعادل المثير يحسم قمة الكرخ والموصل 2-2. دهوك بهدف وحيد يحلق على حساب أمانة بغداد، والقيثارة يعود بانتصار بعد تعثرين في جولتين، يعود بانتصار على زاخو بهدف واحد في ميدان نادي الشرطة. بالإحصائيات والأرقام نعود، هناك تعادل وتكافؤ بين الفريقين، 8 مباريات جمعتهم في منافسات بطولة الدوري، انتصارين لنادي النفط، انتصارين لنادي نوروز، والتعادل حدث ب4 مواجهات حتى تسجيل الأهداف. تعادل الفريقين من هذه أو بهذه الإحصائية 9 أهداف سجل النفط في مرمى نوروز، وأيضا نادي نوروز تمكن من الوصول إلى فريق أو إلى مرمى فريق نادي النفط ب9 مناسبات. عودة على جهة اليسار، تقدم إلى الأمام لنادي النفط، إلى النفط، تمرير على اليسار، محاولة، متابعة، تقدم إلى الأمام، المراوغة، ولكن الكرة طالت وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت وإلى ضربة مرمى لفريق نادي نوروز. القائد يحاول، وليد ينطلق، وليد يحاول وبتمريرة ممتازة من جانب اللاعب ديار رياخي. أول انتصار لنادي نوروز في بطولة الدوري على حساب النفط جاء بعد 4 مواجهات جمعت الفريقين، 3 تعادلات وانتصار للنفط. وانتصار نوروز الأول جاء في الموسم قبل الماضي في موسم 24 وفي 24 من ديسمبر من عام 2023، والحساب الجولة 11. وفي ملعب السليمانية فاز نوروز ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. سجل نوروز إبراهيم توبيو ثنائية وباكو عمر، وسجل للنفط أوفلابي أوكيكي. وفي مباراة الإياب أيضا
حصد نادي نوروز انتصاره الثاني والأخير على حساب نادي النفط. في ملعب الكابتن شرار حيدر فاز نوروز بهدف مروان حسين. مروان حسين لديه هدف في مرمى نادي النفط. هداف المواجهات المباشرة بالتأكيد اللاعب ديني أنتوني اللاعب الغاني لاعب نادي النفط، 3 أهداف. نعم وصل إلى مرمى فريق نادي النفط إلى مرمى نادي نوروز ب3 مناسبات. واللاعب النيجيري أوفلابي أوكيكي سجل طبعا من المفارقات، سجل في مرمى الفريقين عندما مثل الفريقين. نعم لاعب النيجيري أوفلابي أوكيكي مثل نوروز وسجل في مرمى النفط، ومثل النفط وسجل في مرمى نوروز. وفي موسم واحد نعم سنتحدث عن هذا الرقم، عن هذه الإحصائية، وهذه أيضا ربما المفارقة التي نادرة الحدوث في دور النجوم. أوفلابي أوكيكي سجل في مرمى الفريق. أو بنفس العام ولكن في موسمين، في نهاية موسم 23 وفي بداية موسم 24. ضربة ركنية سيف كريم تبعد بالراس من جانب الدفاع وتعود مجددا على جهة اليمين. عودة لنادي النفط، العرضية المتابعة بالراس تبعد من جانب دفاعات فريق نادي النفط. عودة إلى الأمام، ترسل كرة عالية طويلة وصلت داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت وابتعدت إلى ضربة مرمى للحارس هاني شاكر. نعود إلى طبعا اللاعب أوفلابي أوكيكي الذي سجل في الجولة 34 في نهاية أو في آخر جولات موسم 23 في ملعب السليمانية بالتعادل 2-2. انتهت المباراة وسجل أوفلابي أوكيكي. في مرمى نادي النفط عندما كان لاعبا لنادي النوروز. وفي الموسم التالي مثل فريق نادي النفط وسجل في الجولة 11 في أول المباريات التي جمعت الفريقين لحساب الموسم 23-24. كرة على اليسار، ستار ياسين، ستار نقلها إلى الأمام، موسى يحاول ولكن تدخل يأتي من جانب اللاعب علي الصالح وإلى رمية جانبية. محمد سلمان يشير البطاقة الصفراء بوجه اللاعب محمد دلاور قائد نادي نوروز وأيضا صاحب الهدف الوحيد. عودة في وسط الملعب، تقدم من جانب جواد تشوفو إلى الأمام، عملية الاستلام، كرة أمامية وصلت كلاوديو مارادونا، كلاوديو والاستلام، كلاوديو على جهة اليمين، كلاوديو والمراوغة، مرتضى هديب وكلاوديو والنقلة وإلى الأمام، يعرقل البرازيلي ويتحصل على مخالفة في هذه اللحظات مع صدام مع اللاعب سيف كريم. البطاقة الصفراء تشهر في هذه اللحظات للاعب محمد دلاور. بطاقة صفراء لمحمد دلاور في هذه اللحظات. الموسم الماضي حكم المباراة الكابتن محمد سلمان، أدار 25 لقاء منها 3 لنوروز ولقاء للنفط. مباريات نوروز كانت عن الانتصار 5-1 على الميناء، الخسارة من القوة الجوية 2-0، والتعادل مع نفط البصرة 1-1. مباراة النفط الوحيدة كانت أمام الزوراء وانتصار النفط 2-0
بثنائية نظيفة انتصر فريق نادي النفط. مروان يرتكب الخطأ للاعب سامسون داري. عودة في وسط الميدان، نقلة على اليسار لفائدة اللاعب ديار يا أخي. ديار والتمرير في وسط الملعب عن طريق اللاعب جويل تشوفو. جويل ينتظر يمرر من هناك لسامسون. سامسون داري من هناك في وسط الملعب، نقلة على جهة اليسار، محاولة الاستلام، الصراع بالراس، ينهض من جديد والمتابعة على خارج أرضية الملعب، تحولت ومرت وإلى رمية جانبية لمصلحة عناصر نادي النفط، والرغبة للأبيض حتى الآن متواصلة لتعديل النتيجة. رمية جانبية ديار يا أخي، رمية جانبية للأمام بالراس، تبعد تتخلص، لا زالت إلى الأمام، متابعة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت وإلى رمية جانبية انتقلت ومرت من جانب اللاعب أوغنين ميرسيتش، أبعادها من هناك اللاعب الصربي. ترسل كرة بعرضية من هناك، متابعة من جانب الدفاع، لا زالت قائمة لاعب أوغنين ميرسيتش، أيضا يبعدها من جديد صاحب 26 سنة، أيضا اللاعب القادم من نادي نوفو بازر، والعرضية تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مواجهتين جمعت الفريقين في الموسم الماضي، مباراة الذهاب للجولة 15 وفي ملعب الكابتن شرار حيدر، التعادل 1-1، سجل وليد كريم للنفط وتعادل السورستوم لفريق نادي نوروز من علامة الجزاء. والمباراة الثانية فاز بها النفط بهدف اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 84. انطلاق على اليمين، كلاوديو مارادونا يحاول على اليمين ولكن يزيد في السرعة ويبالغ بالسرعة ويفتقد الكرة لتعود إلى ضربة مرمى للحارس هاني شاكر. المدرب ولي كريم، المتابعة والمعاينة والتفتيش عن الانتصار الثاني هذا الموسم قادم من نادي الكهرباء. درب فريق الكهرباء المدرب وليد كريم أو ولي كريم، من محطات هذا الرجل تدريب نادي النجف، تدريب نادي نوروز في فترتين، وتدريب نادي الكهرباء. بينما جماهير نوروز حتى الآن متفائلة سعيدة، تردد من هناك شعارات المؤازرة والدعم المستمرة حتى الآن. في وسط الملعب ديار يا أخي، والتمرير للاعب سامسون يحاول تمريره للاعب محمد سادات وعودة من جديد للاعب جويل تشوفو. مباراة نادي نوروز القادمة ستكون أمام نادي ديالا في ملعب الكابتن شرار حيدر يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 5:30. نوروز ينزل ضيفا على الغراف، النفط يواجه ديالا، ونوروز ينزل ضيفا على نادي الغراف في يوم السبت القادم في ختام الجولة 11 في تمام الساعة 3. كرة في وسط الملعب لنادي نوروز، تمريرة بعيدة وسريعة، أقرب هي على الحارس هاني شاكر. هاني من هناك يلعبها في وسط الميدان، طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. عودة من جديد
سامسون تحفظ وحذر من جانب نادي نوروز، وتراجع كبير من جانب عناصر فريق نادي نوروز. ديار يبحث ويحاول في هذه اللحظات في نصف ساعة متبقية على نهاية هذا اللقاء، ونادي نوروز يريد أن يحافظ على هذا الانتصار، بينما ستار ياسين يحاول رفقة النفط أو يحاول ويبحث عن الانتصار أو التعادل وتقليل المعاناة. أكبر نتيجة حققها نادي نوروز 3-1 على حساب النفط، وأيضا النفط أكبر نتيجة 3-1. باقي الانتصارات أيضا تعادل الفريقين بنفس الأهداف التي سجلت، بنفس النتيجة التي سجلت أثناء حصد الانتصار. يعني النفط انتصارين نفط على حساب نوروز 1-0 و3-1، انتصاري نوروز على النفط أيضا 3-1 و1-0. إذا بأرقام وإحصائيات متكافئة يتعادل الفريقين. مشاهدينا الكرام، يتعادل الفريقان بالأرقام والإحصائيات أيضا. محاولة من جانب ستار ياسين، العرضية والمحاولة، متابعة من جانب الدفاع، عودة من جانب محمد رضا، يحاول محمد ولكن اللاعب ساميين مجددا على اليسار، عرضية ومتابعة حاضرة من دفاعات نادي نوروز. لا زالت دفاعات صامدة، لا زالت دفاعات، وأيضا رابطة دفاعية، انطلاقة على اليسار، محاولة للمرور للعبور عن طريق مروان إلى الأمام وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية. مواجهتين دار هذا الموسم السيد محمد سلمان، 10 بطاقات صفراء، بطاقة حمراء واحدة حتى الآن، ولم يشير لوجود ركلة جزاء. الموسم الماضي 11 ركلة جزاء، 5 بطاقات حمراء و10 بطاقات صفراء، و25 مباراة أداء. حسين علي من هناك، والتوجيه المستمر لزملاء، بين محمد رضا على تنفيذ الضربة الركنية لفريق نادي نوروز. محمد رضا للأحمر، والبحث والطموح المستمر جانب عناصر فريق نادي نوروز للحفاظ على هذا الانتصار وإسعاد الجماهير، والعرضية ولكن الدفاع مرة أخرى. محمد رضا والارتقاء والشجاعة من هناك لدى هذا اللاعب بعملية الارتقاء على من أطول منا، طبعا على مستوى طول القامة، وأيضا الصراع على مستوى من أكبر منا سنا وخبرة، وأيضا كثافة وكتلة جسمانية. استعد الآن اللاعب أسرسهم للمشاركة في هذا اللقاء، لديه هدف في شباك نادي النفط، وأيضا مروان يغادر، أيضا كانت له زيارة لمرمى نادي النفط. مروان حسين في أول تغييرات السيد ولي كريم في هذه اللحظات، وعزج باللاعب السورس الهداف الرائع السورسوم، 3 أهداف حصدها سجلها في هذا الموسم. مثل نادي الشرطة أربيل، وكانت له تجربة الاحتراف في الملاعب الإيرانية من بوابة نادي استقلال خوزستان، وأيضا مثل فريق نادي السالمية الكويتي. كرة في وسط الملعب، نقلة على اليسار، متابعة من جانب الدفاع، عودة من جانب كلاوديو، مارادونا والتمرير سريع على رستم على اليمين، ولكن من هناك ديار يا أخي، نعم يتدخل، يبعدها، يؤمنها ديار، وإلى رمية جانبية حولها لمصلحة عناصر نادي نوروز. ديار يا أخي المدافع من هناك
يتدخل. 34 سنة لهذا اللاعب الذي مثل نوروز من قبل، يمثل أو يواجه فريق السابق في موسم 2019. مثل نادي نوروز قادما من نادي أربيل. عرضية من هناك، محاولة لا زالت قائمة، متابعة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. ماذا يقول محمد سلمان؟ إنها ضربة ركنية لمصلحة فريق نوروز، وبرغبة هجومية مستمرة وبرغبة كبيرة من جانب عناصر نادي نوروز. يفتش ويبحث، يستمر حتى الآن ببحث متواصل بتفتيش متواصل عن الهدف الثاني. لا فقط يريدون حصد الانتصار، بل أيضا يريدون تحقيق الانتصار من أداء ونتيجة لإسعاد الجماهير، ومن هناك لمصالحة العشاق. عودة إلى الأمام، انطلاقة من جانب موتاري من جديد، موتاري بمرتين، موتاري إلى الأمام، يبحث يحاول، ولكن من هناك أوكتين مارسيتش الصربي يتدخل. الصربي بتدخل في الكرة الماضية ممتاز. عودة عرضية ومتابعة على اليسار، لا زالت قائمة، عرضية رأسية خطيرة جدا، خطيرة جدا من جانب القائد، من جانب وليد الذي كانت له زيارة سابقة لمرمى نادي نوروز في الموسم قبل الماضي. كرة مرت من هناك، عودة في الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. عودة من جديد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت جانبية لمصلحة عناصر فريق نادي نوروز. هذا هو علي صالح قادم من نادي كربلاء. رمية جانبية تلعب على اليسار، محاولة نقلة وعملية الاستلام. عودة للخلف باتجاه اللاعب جويل تشوفو، جويل إلى حارس المرمى، ومحاولة التأثير من جانب الجماهير على حارس المرمى على حسين علي جولي. عودة للأمام من جديد لعناصر نادي النفط. عودة للنفط في دفاعه، الموسم الماضي المركز السادس للنفط، المركز التاسع لنادي نوروز. وحتى الآن التقدم هناك في المباريات في بيسان وفي البصرة وفي السليمانية. كرة أمامية على اليسار تبعد من جانب الدفاع. خمس مباريات اليوم في محافظات مختلفة، في البصرة، في ميسان، في السليمانية، في الأنبار، وفي بغداد. نعم، في بغداد الزوراء يستضيف الغراف، وفي محافظة الأنبار وفي ملعب الكابتن شرار حيدر. المباراة تم نقلها عذرا، نعم المباراة كانت في السابق في ملعب القرمة، ولكن المباراة نقلت إلى ملعب الكابتن شرار حيدر. بسبب الزخس وأيضا المنافسات المستمرة والضغط الكبير في منافسات بطولة دور النجوم. المطالبة بركلة جزاء في هذه اللحظات جراء هذا التدخل، ولكن متابعة حاضرة للمباراة لأحداث المواجهة. استنافية من محمد سلمان، عودة على اليسار، حاول الكرة، عادت من جديد وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. محمد دلاور حتى الآن نجم المباراة بهدفه نعم الوحيد في هذه المباراة.
محمد سلمان ينتظر ويتابع، بينما ولي كريم من هناك يعاين ويتطلع للمزيد والمزيد. الموسم الماضي ولي كريم كان مدربا للكهرباء، واجه النفط في مباراة واحدة وانتهت بالتعادل السلبي. عودة من جديد في وسط الملعب لمصلحة فريق نادي النفط. ستار ياسين، ستار والتمرير على الجهة اليمنى، يحاول النفط يتقدم، صافرة ومخالفة في هذه اللحظات. خطأ في مكان خطير، خطأ يرتكب من هناك فريق نادي نوروز. وعلى الجهة اليمنى اللاعب تقي فلاح يرتكب خطأ في مكان خطير وفي مكان قريب، خاصة فريق نادي النفط يمتلك عناصر فريق نادي النفط يمتلك عناصر حلها بطول القامة، ممتاز بطول القامة، محاولة الارتقاء بالضربات الرأسية. لاعب تقي فلاح 30 سنة، هذا اللاعب لاعب أمانة بغداد سابقا، مثلا نفط الوسط، زاخو والكرخ. من الأسماء التي يعول عليها المدرب ولي كريم يتوسع مباراة كلاعب أساسي. ضربة ركنية ترسل عالية من هنا خطيرة، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تحولت تدخل من جانب هاني الشاكر أمام هذه الخطورة البيضاء لفريق نادي النفط. خطورة مستمرة، خطورة قائمة حتى الآن، خطورة يطمح من خلالها نادي النفط ترجمتها نعم إلى هدف التعادل. فسيسجلون، هل سيدونون، هل سيصلون إلى مرمى فريق نادي نوروز بركنية ثامنة حتى الآن؟ الضربة الركنية الثامنة والعرضية والرأسية، المتابعة لا زالت قائمة حتى الآن. عودة على اليسار والعودة إلى الخلف لحارس المرمى لمصلحة الحارس حسين علي. إلى الأمام، وصل إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية، لعبت بسرعة، عودة لأسو، رستم يقاتل، رستم يحافظ، تمرير على اليسار، كلاوديو مارادونا، نعم البرازيلي يدون، يصدق على الانتصار، يصل بهدف ثاني لنوروز، يقبض من خلاله على المباراة وعلى نقاط المباراة الثلاث. إنه كلاوديو أوليفيرا يدون، كلاوديو مارادونا يسجل ثاني أهداف المباراة، ثاني أهداف نوروز. نعم ذكرنا بأن نوروز لا فقط يريد تحقيق الانتصار، بل أيضا يريد تحقيق الانتصار بالنتيجة والأداء، وبإثبات للجماهير بأنهم عادوا، بأنهم صالحوهم بانتصار، بأنهم عادوا إلى المنافسة من أجل الارتقاء في جدول الترتيب، ومن أجل الهروب من قاع الترتيب ومن زحمة البقاء والهبوط. نعم نوروز يعود لإضافة الهدف الثاني، يعود كلاوديو، ومن هناك يدون. ثاني الأهداف لمصلحة نادي نوروز، بطاقة صفراء نعم، ولكن لا يبالي مارادونا لأنه سجل، لأنه من هناك انتفض ودون. وجماهير نوروز أيضا تتفاعل بعد هذا الهدف، جماهير نوروز تتفاعل بعد هذا الهدف الرائع والمميز بوقت مميز ومثال. هو لا والحسرة على محيي اللاعب جواد شوفو الذي غادر رفقة ستار ياسين، ومن هناك مشاركة لحسام جاد الله وعمار غالب.
أيضا من الأسماء الحراس القدامى في صفوف نادي النفط. إذن جواد شوفو وستار ياسين يغادر هذا الثنائي في هذه اللحظات، ومرتضى هديب يتحصل على بطاقة صفراء. رقة كلاوديو مارادونا بسبب خلع قميص والاحتفال بعد تدوين للهدف الثاني في المباراة. عودة من جديد إذا المشاهدين الكرام، كلاوديو مارادونا يسجل الهدف الأول في الدوري. عودة في وسط الملعب، نقلة على جهة اليسار، عملية الاستلام من جانب اللاعب سيف كريم باتجاه عمار غالب. عمار غالب وفي وسط الملعب، قطعت الكرة وعادت نقلة إلى الأمام. هذا هو عمار الرائع والفنان والرسام، ستايل لاعب ذكرنا بنجم الكرة الإسبانية أندرياس انيستا. كرة من هناك عرضية، محاولة بالراس ولكن تبعد من جانب الدفاع. عودة في وسط الملعب من جديد لمصلحة عناصر فريق نادي نوروز، نقلة واستعادة ونقلة من جديد على الجهة اليمنى، نقلة من هناك، الكرة عادت واستعادة من جانب نوروز ودفاعات الأحمر حتى الآن إلى الأمام تلعب، نقلة أمامية واستعادة دفاعية ربما نعم، وإلى رمية جانبية لعناصر نادي نوروز في ربع ساعة أخيرة. مشاهدينا الكرام، تفصل نادي نوروز عن تحقيق انتصار الثاني في بطولة الدوري منذ الجولة الأولى، والانتصار على نادي الكهرباء. منذ ذلك الحين نادي نوروز بتعثرات من تعادلات وهزائم، خاصة على ميدانه الذي كان ملعب صعب في هذا الموسم. 4 مباريات لنوروز على ملعبه، فوز 1، 3 هزائم، سجل 3 أهداف واستقبل 6. مقارنة سريعة الموسم الماضي نوروز على ملعبه 19 مباراة، الانتصار حقق ب8 مباريات و6 تعادلات و5 هزائم، سجل 21 واستقبل 17. عودة في وسط الملعب لنادي النفط، قطع للكرة وصافرة محمد سلمان تنقذ الموقف وتعلن عن وجود خطأ لفريق نادي النفط. السرسم يرتدي إشارة القيادة بعد المشاركة والمساهمة الكبيرة بتسجيل هذا الهدف الثاني الذي من خلال فريق نادي النفط أو نادي نوروز يفرض السيطرة والأفضلية، ومن خلالها يهيمن أكثر على نقاط المباراة. لم يكن لفريق نادي النفط رأي آخر، وخاصة مباراة الأمس بين الكرخ والموصل أثبتت لنا بأن كل شيء جائز في كرة القدم ومتوقع. عندما كان متقدما نادي الكرخ بثنائية نظيفة في الدقيقة 25، عاد فريق نادي الموصل ليسجل هدفين في الدقيقة 28 والدقيقة 30 ويعادل الكفة. المباراة التي انتهت 2-2 في ملعب الكابتن شرار حيدر. تقي فلاح إلى ضربة ركنية، أمن الكرة بمبدأ التأمين. من هناك لم يسمع ولم يستمع للزملاء بسبب الصوت الكبير الذي تسبب الجماهير من أهازيج والدعم مستمر في ملعب المباراة. كما نستمع للأنصار والمشجعين. يغادر الآن اللاعب أحمد إيسا النيجيري ويشارك علي خليل والمشارك حديثا في تغييرات مستمرة يجريها المدرب ولي كريم. لاعب علي خليل قادم من نادي أمانة بغداد الذي مثل أيضا من قبل
أندية السماوة والطلبة والنفط ونفط البصرة والميناء. 30 سنة لعلي خليل يلعب مباراته الأولى هذا الموسم مع فريق نادي نوروز. عودة في وسط الملعب، نقلة وعملية الاستلام، نقلات واستعادة، نقلات وتمرير، عودة لنادي النفط، البحث المستمر. وفي آخر 10 دقائق وعمار غالب والعرقلة القصير والمكير والساحر والرسام في هذه الكرة. أيضا من أقدم اللاعبين. من هناك مقصية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى كرة طالت، وفي النهاية الصراع المستمر، تمرير إلى الأمام والعودة من جديد. لاعب عمار غالب لاعب الشرطة سابقا، تتويج ببطولة الدوري مرتين مع القيثارة، مرتين على التوالي، موسمي 22 و23، وبطولة السوبر أيضا حصدها مع الشرطة. عودة إلى الأمام، الكرة تطول وإلى خارج أرضية الملعب لتتحول إلى رمية جانبية. نتيجة 2-0 تحقق لأول مرة تحقق. كرة إلى الأمام للنفط على اليمين، محاولة عرضية، عملية الاستلام، متابعة من جانب الدفاع، محاولة وصراع مستمر وتمرير في أقصى اليمين باتجاه كلاوديو أوليفيرا، تمرير على جهة اليمين كلاوديو وإلى محمد من هناك، والمراوغة والحفاظ والتمرير من عناصر فريق نادي نوروز. نقلة من جديد، تقدم إلى الأمام، نقلة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. هذا هو سامي هين البوركيني، غادر الكرة إلى خارج أرضية الملعب. عاد النعمة بالتأكيد لا يرضى على هذا الأداء. سامي هين قادم من نادي كربلاء لمثل نادي الرجاء البيضاوي، تمرير على الأمام، محاولة كلاوديو، ولكن حارس المرمى يتألق، وحالة تسلل على كلاوديو أوليفيرا. حالة تسلل على كلاوديو، كان في موقع وفي موقف المتسلل في الكرة الماضية. عودة إلى الأمام، نقلة على الجهة اليمين لنادي النفط، تقدم إلى الأمام، نقلة أمامية، نقلة على اليمين، تقدم، محاولة، عملية الاستلام، عملية المحاولة من جانب عمار غالب من جديد إلى الأمام، نقلة على الجهة اليسرى، عملية الاستلام والنقلة إلى الأمام، محاولة على اليسار من جانب سيف وعمار، والعودة من جانب سيف كريم، نقلة في وسط الميدان ناحية اللاعب ديار يحاول، ديار يتقدم، ديار على جهة اليمنى، مررها من هناك عن طريق اللاعب من هناك سامي يحاول، أو أمادو موتاري صاحب أخطر وآخر كرات ومحاولات نادي النفط في شوط المباراة الأول. لم يخطر المرمى كثيرا، فريق نادي النفط لم يصل إلى مرمى الحارس هاني شاكر كثيرا. نادي نوروز ظهور الأول موسم 22 بالمركز الثامن، بعدها في موسم 23 في المركز العاشر، وهو يعتبر أسوأ المراكز للفريق منذ وصوله إلى دور النجوم. محاولة واستعادة للكرة في وسط الملعب، نقلة على جهة اليمين، سامي محمد سادات أو سامي هو الذي ينطلق، هو الذي يمرر، هو الذي ينقلها على جهة اليمنى. عودة من جديد، عودة إلى الأمام،
إلى العرضية من هناك محاولة ولا زالت قائمة حتى الآن عن طريق سيف كريم. عرضية من جانب سيف ردت من جانب الدفاع، عودة من جانب النفط، ولكن الصراع المستمر والاستعادة والانطلاق لعلي. علي خليل انطلق إلى الأمام، اخترق إلى الأمام، المرور إلى الأمام، العبور إلى الأمام، يحاول يراوغ ينتظر يفتش يصوب يسدد، ولكن حارس المرمى حسين علي وبكرة كان بالإمكان أكثر بكثير مما كان يضيع فرصة هدف التعادل أو الثالث، هدف الثالث. نعم، وهدف شخصي أول له في المباراة. إن كان هدف فهو يعادل الزملاء بعدد الأهداف الذين سجلوا هدف واحد فقط، محمد دلاور وكلاوديو أوليفيرا. بعد السيطرة حتى الآن بطاقة حمراء. نعم مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات للاعب ديار ياخي بعد لمسة يد متعمدة في هذه اللحظات مع ابتسامة يستقبل البطاقة الحمراء بدون بالتأكيد غضب واعتراض. نعم يستقبل البطاقة الحمراء. إذن تزداد معاناة فريق نادي النفط أكثر وأكثر بعد هذه البطاقة. ديار ياخي في هذه اللحظات والبطاقة الحمراء مع معاناة مستمرة على فريق نادي النفط. هذه الكرة الماضية والتصدي الواضح للكرة الماضية. هذه كرة اللاعب علي خليل والانطلاق لعلي والتأخر والتصويب في المنتصف، وفي النهاية الكرة سهلة عند حارس المرمى مع اعتراض وعدم الرضا من جانب المدرب عادل النعم. بالتأكيد لا يرضى على أداء لاعبيه، ومعاينة للبطاقة الحمراء لا نعرف هي واضحة بالتأكيد. إذن استئناف للعب مع بطاقة حمراء وب10 لاعبين. سيتابع اللقاء فريق نادي النفط في هذه اللحظات. كرة إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، استعادة لنادي نوروز من جديد. اللاعب محمد دلاور يفتقدها، تقدم إلى الأمام على اليسار بانطلاقة سريعة من جانب حسام جاد الله. حسام يحاول، حسام يراوغ، حسام من هناك يبحث عرضية خطيرة ولكن سهلة عند حارس المرمى. حسام من هناك، حسام جاد الله بمحاولة وعرضية ومجهود فردي على الجهة اليسار ولكن سهلة عند حارس المرمى. حسام جاد الله طرد بطاقة حمراء طبعا واحدة لحسام جاد الله، قادر على إثر المباراة في هذا الموسم، وهي البطاقة الوحيدة التي سبقت بطاقة اللاعب ديار التي طرد على إثرها. عودة من جديد في وسط الملعب على الجهة اليمنى، محاولة لعناصر فريق نادي نوروز ولكن عرقلة في وسط الملعب خطأ وإلى الأمام تصل الكرة. سقوط مارادونا من هناك، الصراع مع اللاعب سامسون داري. كرة إلى الأمام من جديد، وصلت
في وسط الملعب، نقلة إلى الأمام والعودة إلى الخلف. عودة إلى الخلف، نقلة أمامية لنادي النفط، عودة للنفط للاعب أحمد خالد الوافد الجديد. أحمد خالد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية من جديد، تعود إلى الأمام. جماهير نوروز منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن لم يهدأ. جمهور نوروز لم يهدأ، جماهير لم تهدأ، جماهير نعم متفاعلة وسعيدة جدا بعد عودة الفريق إلى سكة الانتصارات بعد غياب استمر ل8 جولات. 8 جولات وفريق نوروز لم يحقق الانتصار منذ الجولة الأولى. كرة للأمام تلعب، متابعة من جانب الدفاع، كرة في وسط الميدان، عودة لنادي النفط، ثنائية نظيفة حتى الآن. محمد دلاور وكلاوديو مارادونا بثنائية يبصم عليها الثنائي، نعم ويبصم عليها الأحمر بمنافسة تبعث من جديد، يحاول من خلالها الارتقاء في جدول الترتيب، ولكن هناك نادي كهرباء هو أيضا من هناك لا زال متقدما على حساب الميناء، وباحثا أيضا عن انتصار الثاني هذا الموسم. 6 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع. هذا هو تقي فلاح، من هناك عمار غالب عودة للأمام. عمار غالب عاد بعد فترة مميزة قضاها رفقة نادي الشرطة والتتويج بلقبي الدوري وبطولة السوبر مع القيثارة. عودة في دفاعات نادي النفط أو لنوروز من اللاعب جيفرسون سيلفا، وعلى اليسار نقلت باتجاه اللاعب أسو رسم. أسو يحاول يعود بها في وسط الملعب لمحمد رضا. محمد رضا بعد ذلك لمرتضى هديب. مرتضى هديب والتمرير على الجهة اليمين. بالمناسبة اللاعب مرتضى هديب يعتبر من الأسماء التي تشبث بها المدرب ولي كريم. مرتضى هديب مثل الكهرباء من قبل، كرة من هناك على اليسار، عودة محاولة عرضية، متابعة لا زالت قائمة بالراس من جانب الدفاع من جانب اللاعب ميرسيتش اوكينين، ومتابعة من جانب الدفاعات فريق نادي نوروز. استعادة للكرة وتمرير في وسط الملعب، نقلة من جديد، عودة إلى الأمام على الجهة اليمين، محاولة وإلى خارج أرضية الميدان. تحولت الكرة، هو اللاعب من هناك محمد سادات اللاعب الغاني قدم مباراة جيدة، ولكن لم يحالف الحظ في هذه اللحظات. عودة من جديد في وسط الملعب، نقلة إلى الأمام لفريق نادي نوروز، نقلة على جهة اليسار، انطلاقة سريعة علي خليل. علي خليل يحاول، علي خليل إلى الأمام، علي والاستلام من رسو، نعم يحاول من هناك أسو رسم. أسو يحاول، أسو على اليسار، أسو حتى الآن ويحافظ على الكرة ويقاتل وينافس ويصارع. والعودة من جديد، صراع بين كرار وأسو في هذه اللحظات. طاقة صفراء للاعب كرار سالم. واضحة أكيد العصبية على محيي اللاعب كرار سالم، حصل على البطاقة الصفراء، عملية الدفع في الكرة الماضية، وأيضا سقوط للاعب السورس. عودة من جديد، عايد الكرة على جهة اليسار لعناصر فريق نادي نوروز، وعودة واستعادة أيضا السورسم بطاقة صفراء بسبب قتل للوقت واستهلاك للوقت بشكل متعمد وغير شرعي. كرة للأمام، عادت من جديد إلى الأمام، يحاول نقلة على جهة اليسار، استعادة من جانب دفاعات نوروز. مرتضى هديب، مرتضى للأمام، والمحاولة من جانب علي خليل. علي يصارع
ينافس. استعادة من جانب سيف، سيف والعودة إلى الخلف، عملية الاستلام والتقدم إلى الأمام من جانب اللاعب أحمد خالد. أحمد والتمرير لعمار غالب، عمار والتمرير باتجاه السادات، سادات على اليمين، نقلة والمحاولة والتمريرة من جانب ديار وطالت الكرة أو اللاعب وليد كريم. تدخل من جانب اللاعب جيفرسون سيلفا. جيفرسون يتدخل في الكرة الماضية. هناك تغييرين لفريق نادي نوروز. من سيشارك سيلعب هذه الكرة التي طرد على إثرها اللاعب ديار ياخي بلمسة يد متعمدة. عرضية من هناك تبعد من جانب الدفاع، عودة من جديد، محاولة قطع، انطلاقة، وكلاوديو أوليفيرا يغادر. إبراهيم محمد يشارك في هذه اللحظات في تغيير ثالث يجريه السيد ولي كريم. نقلة على اليسار، انطلاقة، أسرستم يحاول ينطلق ويمرر، ولكن خاطئ الكرة وضعيفة، عادت إلى الأمام. اللحظات والثواني الأخيرة من هذه المواجهة مشاهدينا الكرام والمتابعين، كرة أمامية متابعة من جانب دفاعات فريق نادي نوروز. طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت رمية جانبية. نقل على جهة اليمين، يحاول عمار غالب بحث عن تقليص الفارق، نقلة في وسط الميدان، تقدم ومحاولة مستمرة نادي النفط بطريقة لتلقي الهزيمة الثالثة. 5 تعادلات، أكثر الفرق حصدا للتعادلات، تعثر 5 مرات. كرة إلى خارج أرضية الملعب. إذن يحقق الانتصار فريق نادي نوروز على فريق نادي النفط، أيضا على مستوى المواجهات المباشرة بعد محاولات لتحقيق الانتصار، وأيضا في منافسات بطولة الدوري. وفي هذه اللحظات حكم المواجهة محمد سلمان يعلن عن نهاية أحداث هذه المواجهة بانتصار لنوروز بثنائية نظيفة يعود من خلالها إلى سكة الانتصارات نادي نوروز. مشاهدينا الكرام، بأقدام كلاوديو أوليفيرا ومحمد دلاور يرتقي وينتصر، وفريق نادي النفط يتلقى هزيمة ثالثة في منافسات الدوري. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.